السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على واحد جوج عادات ولا واحد جوج اخطاء كنرتكبوهم ممكن يدمروا لنا هذا المفتاح ولا الكونتاكت ديال السيارة، لان هذا راه الا بغيت نعاود له راه الثمن ديالو غالي. داكشي باش كيخصني نحاول عليه. كاين بعض العادات اللي كنديروهم اللي ممكن يدمروا لنا ولا يفسدوا لنا هذا الكونتاكت ولا هذا المفتاح ديال السيارة. اول حاجه هي فاش كنعلقوا فيه المفاتيح. مثلا كيكون عندي بزاف ديال المفاتيح بحال هكا وكنعلقهم هنايا مع هذا المفتاح ديال السياره، فبداك الثقل ديال المفاتيح مع السكوسات مع الحفاري ولا لي دودان راه كيأثروا لنا على هذا المفتاح، وكذلك يأثر لنا على الديمارور. يعني هذا المكان، هذا البلاصه، هذا الجزء ديال السياره هنايا حتى هو كيقدر يخسر. داكشي علاش المفتاح ديال السياره دائما نخليه بوحدو خاوي، اولا ندير فيه شي بورت كلي اللي يكون خفيف اللي ما ياثرش وما يكونش الثقل ديالو ياثر لنا على هذا المفتاح. هذه العاده السيئه الاولى. بالنسبه للعاده الثانيه ولا المشكل الثاني اللي كنقدر نوقعوا فيه هو مثلا المقود. دابا المقود ديال السياره فاش كنكونوا مدورين هكا المفتاح ممكن اننا ندوروا المقود بشكل عادي، ولكن ملي كندوروا على هذا الشكل اولا كنحيدوا المفتاح فبمجرد ما كنقيسوا هذا المقود ولا الموجه فكيتبلوكا كما كنشوفوا دابا صافي تبلوكا ما يمكنش يدور. المشكل اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال المبتدئين هو انه فاش كيدخل المفتاح وكيبغي يدور يشغل المحرك ديال السياره هذا كيكون مبلوكي. الا تفورسا عليه ولا داروا بواحد القوه راه ممكن غادي يهرس المفتاح. دائما الطريقه الصحيحه قبل ما ندور المفتاح ديال السياره كنشد الموجه باليد ديالي اليسرى، كنحاول ندور غير بشويه المفتاح، كندور شويه الموجه وكيتحل لنا داك البلوكاج اللي كيكون في المقود. دابا ممكن يدور، راه قاصح فقط لانني ما مشغلش السياره. ملي كنشغل السياره كيدور بكل سهوله. هادو هما جوج عادات اللي كيمكن يفسدوا لنا اولا يدمروا لنا مفتاح السياره. كنتمنى نبتعدوا عليهم ونديروا الحسيات، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو كما العاده. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من لي لايك والبارطاج، وتنتلاقاو بشي فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء.